عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا فيكم، يسعد أوقاتكم ويا ريت تكونوا دايما بخير وبأحسن حال. حبايبنا في كل مكان في وطننا العربي، وأكيد كلنا شفنا المغرب وكيف المنتخب المغربي فرحنا وفرح كل الشعوب العربية والإسلامية، وهذا أكيد نصر أعطانا أمل وأعطانا فرحة وأعطانا سعادة من القلب. أكيد منتخب الأطلس، منتخب الأسود، المنتخب المغربي، منتخب طارق بن زياد، كل الحب وكل الاحترام للشعب المغربي ولدولة المغرب. أكيد هاي فرحة مش بس للشعب المغربي، هاي فرحة لكل الوطن العربي. للأمانة أسعدتونا في كل البقاع، وأكيد احنا طبعا ما بنتخيل الفرحة الجميلة، الفرحة اللي كانت عامرة في كل الشعوب العربية وفي كل بيت عربي مسلم. طبعا في ظل الخذلان وفي ظل الضعف اللي بنعيشه واللي بتمر فيه أمتنا العربية والإسلامية، وهذا يعني شيء أعطانا الدافع للوحدة، وإنه وضح لنا قديش إحنا الشعوب العربية إيد واحدة ودم واحد. وأكيد بنتشرف دائما نضل إخوة متحابين. تعالوا مع بعض نشوف الفرحة الجميلة اللي كانت من الأعماق بين كل الشعوب العربية. وراح نبلش أول في بلاد المغرب العربي، ويلا نشوف الفرحة الجميلة. تعالوا نشوف بلاد الرافدين شو عملت. تعالوا نشوف كمان فلسطين شو عملت، فلسطين الحبيبة وجماهير الشعب الفلسطيني كيف كانت الفرحة داخلة من الأعماق. تعالوا كمان لسوريا الحبيبة، سوريا المجروحة، كل الحب وكل الاحترام لشعوبنا في سوريا. تعالوا. كمان تعال نشوف الفرحة كيف في بلاد الخليج، كيف الفرحة في السعودية وفي الكويت وفي الإمارات في دبي. فرحة جميلة من الأعماق. يا رب يا رب يا رب.
شرفتونا فعلا، انكم شرفتونا، انتوا اعطيتوا البهجة والسرور لكل الوطن العربي. تحياتنا لكم من كل بقاع الوطن العربي، بنفتخر فيكم وبنتشرف فيكم، وإن شاء الله راح تصلوا لنصف النهائي، ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، ولو ما أخذتوا البطولة يكفيكم عز وفخر إنكم فرحتوا كثير من البلدان العربية. وأكيد كنا شفنا إنه قطر غير الأمانة، دولة قطر الدولة المحبة، الدولة العربية، هي فرحتنا وفرحت كل الوطن العربي. دمتم لنا، وتحياتنا لكم جميعا. سلام.